السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي هنتكلم برضو على استخدام مهم لل AI في تحليل البيانات، بس بشكل مختلف. والجزء ده مش متعلق بس بتحليل البيانات، بل متعلق بان انا افهم البيانات واطلع منها معلومات زيادة. المعلومات زيادة دي ممكن ان انا استخدمها استخدام مباشر، او ان انا استخدمها في التحليل لو انا محلل بيانات. ف... فدلوقتي التركيز هيكون على ايه؟ في 3 نقط مهمة. ال AI بيطلع ردود كويسة جدا في السياق اللي احنا بنحطه فيه. تاني حاجة، ان انا مثلا بيبقى عندي بيانات كتيرة جدا، عايز ان انا اعمل عليها تحليلات، وان انا كل صف من البيانات دي ان انا احلله وافكر فيه واطلع منه نتائج او بيانات زيادة. وتالت حاجة، ان انا عايز اخلي الموضوع ده كله سلس واوتوميتد. فحاجة زي كده بعملها ازاي؟ ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. خلينا ناخد 3 سيناريوهات ونفكر ازاي ممكن ان هو، ونشوف ازاي الاي اي ممكن ان هو يحل لنا الاشكاليات في السيناريوهات دي بشكل قوي جدا. اول مثال، زي ما احنا شايفين في البيانات اللي عندنا، بيانات بسيطة فيها 15 تقريبا ريفيو عن منتجات مختلفة، وامتى الريفيو ده اتعمل، والتقييم العام. فبشكل بسيط انا مثلا عايز ان انا اقرا كل ريفيو واشوف ان كان الريفيو ده ايجابي ولا سلبي. فانا ممكن ان انا اقرا بسرعة واعمل ايجابي ولا سلبي، او ان على افتراض مثلا ان احنا ما عندناش العمود اللي هو بتاع الريتنج ده، خلينا مثلا نمسحه. تمام. فحاجه زي كده اعملها ازاي؟ هل ان انا همسك كل واحده اقراها وبعد كده اشوف ايجابي ولا سلبي؟ طب ما انا عايز الاي اي يحل لي الاشكاليه دي، او ان هو يعمل حاجه زي كده. ده سيناريو. طيب انا دلوقتي لو عايز اقوي المعلومات اللي بطلعها اكتر، يعني هو مثلا هطلع ايجابي ولا سلبي؟ تمام. انا عايز اعرف هو ايجابي في ايه وسلبي ليه. يعني هل ليه علاقه بالمنتج نفسه، ولا ليه علاقه بحاجات خارجه عن المنتج نفسه؟ الحاجات دي بتسوء جوده الخدمه اللي انا بقدمها في الشركه بتاعتي. فانا عايز ان انا اطلع تفاصيل كمان من البيانات اللي طلعت. والعمود اللي احنا مسحناه ده التقييم، احنا ممكن نخليه يدينا التقييم بشكل رقمي كمان. حاجه زي كده ازاي نعملها؟ فده مثلا مثال للامكانيات اللي ممكن نستخدم فيها الاي اي في حاجه زي كده في البيانات اللي عندنا. مثال تاني، دلوقتي مثلا انا عندي مريض وعنده اشكاليه او مرض ما. فانا دلوقتي في مستشفى. المستشفى دلوقتي بتعمل ايه؟ هتعمل توقع للسبب الإشكالية الموجودة، بعد كده تقترح خطة علاجية، بعد كده يبقى في كذا متابعة للخطة العلاجية دي. أنا دلوقتي عايز أمسك كل البيانات دي كده كلها مرة واحدة وأقراها وأحللها، ودلوقتي أطلع إن كان الخطة دي جابت نتائج إيجابية ولا ما جابتش نتائج ولا جابت نتائج سلبية ولا ما جابتش نتائج خالص. في حاجة زي كده برضو أعملها إزاي؟ هل إن أنا همسك كل صف وأقرأ كل التفاصيل اللي فيه؟ أنا عايز حاجة تبقى أوتوميتد، وبرضو بيبقى عنده قدرة التفكير اللي عند الإنسان اللي بتسهل عليه الوقت. فده مثلا نموذج تاني احنا هنشتغل عليه. اخر نموذج مثلا، وهو مش مرتبط بس بتحليل البيانات، هو مرتبط بان انا بعمل اوتوميشن او تسهيل لكل شغلي. فعلى سبيل المثال، انا دلوقتي شركه شغاله في الماركتنج. مثال، انا دلوقتي شركه شغاله في بقدم خدمات، او بقدم ساس برودكت اللي هي سوفت وير از سيرفيس، او بقدم ايا كان الخدمات. عايز ان انا عندي مجموعه من العملاء في شركات مختلفه، باسماء مختلفه وفي صناعات مختلفه، وعندهم اشكاليات، وعايز ان انا اقترح عليهم حل من الحلول اللي احنا بنقدمها. فعايز ان انا اعمل ايميل لكل واحد من العملاء دول بشكل كاستمايزد او مخصص ليه هو تحديدا، بناء على كل التفاصيل دي. فهل ان انا امسك كل واحده، بعد كده اروح لشات جي بي تي واقول له خد البيانات دي طلع لي الايميل، واروح للتاني وهكذا؟ طبعا هيستهلك وقت كبير جدا. طب ما انا دلوقتي احل كل الاشكاليات دي ازاي، او ان انا اتعامل مع حاجه زي كده ازاي باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ دلوقتي هنتكلم على، طبعا هنستخدم في الاخر شات جي بي تي، بس بآلية مختلفه. هنستخدم الاي بي ايز بتاعت شات جي بي تي. الاي بي اي باختصار شديد اي برنامج بيبقى ليه واجهه مبرمجه. بمعنى ان انا عايز اتعامل مع البرنامج ده، بدل من ان انا ادخل للشات جي بي تي واكتب، انا ببعت له الحاجات في كود، فهو بيرد عليا في كود، باخد البيانات اللي بيرد عليا بيها وبستخدمها بشكل مباشر، اللي بيبقى فيها النصوص او الردود اللي انا مهتم بيها، بس بشكل اسرع وبشكل اعلى في الكفاءه من ان انا امسك كل حاجه كوبي بيست واحطها في الشات جي بي تي. فاي برنامج بغض النظر عن شات جي بي تي او غيره، في الغالب بيبقى ليه الاي بي اي ده، اللي انا الاليه اللي انا بتكلم على البرنامج ده، سواء ان انا اسحب منه بيانات او ان انا اضيف فيه بيانات في القواعد بتاعته المستخدمه. فهنعمل حاجه زي كده ازاي؟ باستخدام الاكسل، او ممكن ان احنا نعملها برضو في الباور بي اي، او ان احنا نقدر نعملها بالبايثون. ايا كانت الطريقه اللي انت تعملها بيها موجوده. ايا كانت الطريقه تقدر ان انت تعملها. احنا هنتكلم عن الاكسل، ونفس الطريقه بالظبط تقدر تعملها في الباور بي اي، وهنشوف ازاي برضو ممكن نعملها في البايثون. فخلينا نشوف بشكل مفصل حاجه زي كده بتتعمل ازاي. اول حاجه بروح بكتب في السيرش اوبن اي اي بي اي. يعني انا عايز الاي بي اي بتاع شركه شات جي بي تي، او الشركه المسؤوله عن شات جي بي تي. فبفتح بخش على البلاتفورم بتاعتهم، بعمل لوج ان. بس انا مش عايز ادخل على شات جي بي تي، عايز ادخل على البلاتفورم دي اللي هي مختصه بالاي بي ايز.
هيظهر عندي البيانات دي كده كلها، او الصفحه الواجهه الاساسيه اللي بتظهر لي. بروح على الداشبورد، بلاقي ايه في الداشبورد عندي؟ بلاقي آه على الجانب الشمال عندي حاجه مهمه جدا، حاجه اساسيه، اللي هي الاي بي اي كي. يعني دلوقتي الكي ده هو عباره عن ايه؟ انا دلوقتي داخل على الاكونت بتاعي، فانا لما عايز ابعت رساله للشات جي بي تي، عايز اقول له ان انا الشخص اللي داخل على الاكونت بتاعي بالقدرات الماليه اللي عندي. يعني انا دلوقتي بشحن الاشتراك بتاعي عشان اقدر استخدمه مثلا. في الغالب اول ما بتعمل الشات جي بي تي بيدي لك $5 مجانا، لو انت استخدمتهم هتحتاج ان انت تشحن تاني. آه، $5 دي بتغطيك على حسب الموديل اللي انت بتستخدمه وعلى حسب طول الرساله اللي انت بتبعتها. هنتكلم بشكل مفصل على الحاجات اللي زي كده. ولكن انا دلوقتي عشان يتاكد ان الشخص اللي بعت الطلب ده عشان يحلل البيانات هو نفس الشخص اللي عنده اكسس وعنده رصيد في الاكونت بتاعه، عشان نعمل له التحليلات دي او ان احنا نعمل الردود دي كلها. فبتعملها من خلال ان انا بدخل على الاكونت وبعمل كي، بعمل اي بي اي كي. الاي بي اي كي ده بتعمله ازاي؟ يعني انا مثلا كنت عامل كي قبل كده سميته باور بي اي، تمام. واخر مره استخدمته عملته مثلا في اغسطس، واخر مره استخدمته في 2006 في 2025 في سبتمبر. بعمل كرييت نيو كي، بسمي الكي، مش لازم هو اختياري ان انا اسميه، وبحدد ان كان هيستخدم، وبحدد البروجكت اللي هو هيشتغل فيه، وبحدد الاكسس، هل هو آه، يقدر ان هو يولد اوديو، او ان هو يتعامل مع اوديو، هل يتعامل مع صور، يتعامل مع نصوص، ولا يتعامل مع ايه بالظبط. حدد كل القدرات اللي انا عايزها فيه. هل ان هو يقرا، يعني البرميشن، بحدد كل البرميشن بتاعه، بحدد كل الصلاحيات بتاعته. من هنا انا دلوقتي هعمل كي بشكل اساسي بكل الصلاحيات اللي فيه. اول لما بعمل كي بيطلع لي الكود. لازم ان انا اخد الكود ده واحفظه في مكان، واتاكد ان المكان اللي حفظته فيه محدش ليه اكسس عليه، لان انت دلوقتي ده بيسحب من رصيدك بشكل مباشر. وتاني حاجه، الكود ده مجرد ان انت هتقفل الصفحه اللي قدامك اللي ظهرت قدامك دي هيختفي، مش هتقدر ان انت تستخدمه تاني، او مش هتقدر ان انت تفتحه تاني. فانا لازم اخد كوبي واتاكد ان انا اخدته، بعد كده بعمل دن وبقفل الموضوع، تمام. انا مش هستخدمه، فانا همسحه دلوقتي، لان انا عندي الكود بتاعي اللي قبل كده اللي بستخدمه، فهو اللي هستخدمه دلوقتي. فدي اول خطوه عندي، باخد الكي اللي انا بيديني صلاحيات ان انا ادخل على المودلز بتاعتي او الاكونت بتاعي، وان انا ابدا استخدم شات جي بي تي عشان العمليات اللي احنا نعملها دلوقتي. من ضمن الحاجات المهمه ان انا بقدر اشوف الاستخدامات بتاعتي. بيبين عندي الاستخدامات بتاعتي، عدد التوكنز والريكوست اللي انا بعتها، والتفاصيل المتعلقه بكل الامور دي، والسبند بتاعي شكله قد ايه، والبادجت بتاعتي المتبقي منها قد ايه، كل التفاصيل المتعلقه بالرصيد بتاعي. طيب دلوقتي بقى هنرجع لملفات الاكسل عشان نشوف الموضوع ده بيتعمل ازاي بشكل مفصل من خلال الاي بي ايز. اول حاجه عايزين نفهم، اول حاجه حابب اوضحها ان الموضوع هيبقى تصاعدي. هنبدا بشكل اساسي تبقى الموضوع بسيط فيه، وبعد كده نبدا ان احنا نزيد التعقيد فيه شويه شويه. فمثلا على سبيل المثال احنا هناخد عمود واحد ويطلع لنا عمود واحد، بعد كده ناخد نفس العمود ده بس ان احنا هنخليه يطلع اكتر من عمود ببيانات مختلفه في كل عمود. بعد كده هناخد اكتر من عمود في الملف التاني مثلا بتاع المرضى، وان احنا هيطلع لنا عمود واحد. بعد كده هناخد اكتر من عمود برضو يطلع لنا الايميل، او ممكن ان احنا نخليه يطلع اكتر من عمود على حسب الصعوبه. بس احنا مجرد فهمنا الاليه اللي بيمشي بيها الموضوع، تبدا ان انت تقدر تشوف تقدر تعدل عليه ازاي، او تضيف عليه ايه، او تاخد انهي بيانات عشان تطلع عن النتيجه. اهم حاجه انك تفهم الاليه بشكل مبدئي وتبني عليها، تمام. عشان تعمل حاجه زي كده، الاكسل والباور بي اي اما بيجي تتعامل مع حاجه خارجيه من خلال الاي بي اي بتعملها من خلال الباور كويري. فنفتح الباور كويري، بما ان احنا شغالين على الاكسل هنروح على داتا، بعد كده من هنا من جيت داتا تفتح ايه؟ لانش باور كويري اديتور. طبعا باور كويري في الاكسل هو نفسه الباور بي اي، ان كان باور بي اي طبعا متقدم شويه، ولكن انك مجرد عرفت تعمل الموضوع في الاكسل فتلقائي تقدر تعمله في الباور بي اي فعشان كده هنعمله في الاكسل، ونفس اللي عملناه في الاكسل تقدر تعمله في الباور بي اي. اول حاجه اول حاجه خالص، عايز دلوقتي اكتب الكود اللي ببعت بيه بيانات من الملف بتاعي للباور بي اي عشان يعمل التحليلات المطلوبه. اعمل حاجه زي كده ازاي؟ بعمل نيو سورس، بروح على بروح على المصادر الاخرى، بفتح بلانك كويري، تمام. فتحت البلانك كويري يطلع لي بالشكل ده فاضي خالص. بفتح الادفانس اديتور، بمسح الموجود هنا، وبكتب بقى الكود بتاعي بشكل مفصل. طبعا اختصارا للوقت، وكده كده الكود هيبقى موجود يعني مرفق في وصف الفيديو، تقدر ان انت تنزله، وهشرح الكود بشكل مباشر. فانا هعمل كوبي
وبيست للكود بحيث ان احنا نشرح عليه بشكل مباشر الكود ده عباره عن ايه وبتشتغل عليه ازاي. فالكود بيبقى عندي بالشكل ده. اول حاجه اول حاجه دلوقتي المدخلات اللي انا ادخلها للاي بي اي او ان انا ادخلها للشات جي بي تي. يعني ايه العمود او الاعمده اللي انا هاخدها واقول له اشتغل عليها؟ بقول له انا هدي لك عمود هو عباره عن نص، والعمود ده هو اللي انت هتستخدم كل صف فيه علشان تبدا ان انت تعمل التحليلات او الداتا انريتشمنت اللي هي اسراء الداتا او ايا كان اللي انت عايز تعمله من غرض في الكود اللي انت تبعته. بعد كده بحط الكي اللي انا طلعته من الشات جي بي تي، لازم تحطه هنا ولازم تتاكد ان انت حطيته تمام. بعد كده ببدا ان انا ابعت الريكوست او ببعت الطلب للاي بي اي. الطلب بيبقى فيه حاجه اسمها هيدر او الراس وحاجه اسمها بادي او الجسم تمام. فانا بعمله بالشكل ده، بحط الراس بهذه بحط الراس بالبارامتر دي وبربطه بالكي بتاعي علشان يبدا ان هو يبعت الراس ده للشات جي بي تي ويتاكد ان البيانات صحيحه. بعد كده ياخد البادي بتاعه ويبدا ان هو يشتغل عليه. الجزء اللي بعد كده ان انا بديله البرومبت بتاعي، بمعنى ان انا هقول له دلوقتي بما ان انت اتاكدت من ان الشخص اللي هيدخل هو اللي معاه المفتاح ده، دلوقتي اللي انا عايزه منك بناء على النص اللي انت هتاخده من هنا اعمل التالي. فانا باخد النص، فانا بقول له ايه؟ هنا بس عشان النص بالعربي مقلوب يعني، فانا هو بقول له حلل لي البيانات الموجوده في النص ده، وبحط ما بين العلامات علامه الاند بحيث ان هو اقدر ان انا اضيف متغير وسط النص اللي انا كاتبه. بعد كده بقول له طلع لي الناتج في جيسون. يعني دلوقتي النتيجه بتاعتي طلعها لي في جيسون. ليه؟ اول حاجه الجيسون سهل للاكسل والباور بي اي ان هم يتعاملوا معاه وان هم يحولوه لجداول او اعمده، وتاني حاجه ان هو يبقى سهل اصلا على شات جي بي تي ان هو يطلع النتيجه كاكسل تمام. يطلع النتيجه كجيسون. فبقول له ايه؟ خد العمود ده وطلع لي الاوفرول ريتنج، حدد بناء على التعليق ان كان من واحد لخمسه، واعلى حاجه هي الخمسه واقل حاجه هي الواحد، واي تفاصيل تانية ما ترجعليش، رجع لي رقم من واحد وخمسه، من واحد لخمسه عشان يقول لي التقييم ده ايجابي ولا سلبي بناء على العميل والطلب اللي هو طلبه تمام. بعد كده بقول له البادي او الجسم اللي انا هبعته له. اول حاجه الموديل اللي انا هستخدمه، فانا ممكن بقى في كذا نوع او في موديلات كتيره تقدر ان انت تخش على الاي بي اي بلاتفورم عشان تشوف ايه الموديلات المختلفه واستهلاكاتها المختلفه. كل موديل بيستهلك الرصيد بتاعك بشكل مختلف، كل ما الموديل اللي يبقى قدراته اكبر وردوده معمقه اكتر فان هو بيبقى مكلف اكتر، وكل ما يبقى اقل في الجوده كل ما يبقى ردوده تكلفتها اقل. احنا دلوقتي هنستخدم الشات جي بي تي 4 ميني علشان اللي احنا هنعمله اصلا مش معقد، فاحنا مش محتاجين موديل متقدم عشان يعمل حاجه زي كده. وبعد كده بقول له المسج اللي انا بعتها لك كيوزر، هتاخد المحتوى بتاعها اللي هو موجود في البرومبت هنا وهتعمل عليها التحليلات. درجة الحرارة او التمبريتشر هي معناها ايه؟ معناها الموديل هيعمل حاجة كرييتيف قد ايه او حاجة ابداعية في البرومبت اللي بيطلع منه. احنا دلوقتي مش عايزين حاجة ابداعية، احنا عايزين نص تدخله تعمل عليه تحليل بسيط جدا تقول لي من واحد لخمسة التقييم بتاعه قد ايه، فمش هنغيرها. بعد كده الماكسيمم توكنز، زي ما قلنا ان الاي بي اي بتاعي بيستهلك الرصيد في نماذج الذكاء الاصطناعي بيتحسب بحاجه اسمها التوكنز. كل ما التوكنز يعني ان هي مقدار النص اللي هو هيقراه ومقدار النص اللي هو هيطلعه. دلوقتي شات جي بي تي او ايا كان الاي بي اي موديل اللي انت بتستخدمه بيحاسبك على الداخل منه واللي خارج منه. فدلوقتي انا بحط له ليميت علشان لو هيطلع او لو هياخد نص كبير او هيطلع نص كبير يبقى محكوم بالماكسيمم توكنز ده عشان ما يستهلكش من الرصيد بتاعي بشكل كبير، غير ان هو بيستهلك وقت في الران بتاعه. بعد كده ببعت له البيانات. فلما ببعت له البيانات ببعتها على، لازم ان انا احط اللينك ده بالشكل ده. الجزء اللي هيروح لكل الطلب ده بيروح على الاي بي اي ده او اليو ار ال ده. فهياخد الهيدر وهياخد البادي، وبعد كده دي بعض الرسائل ممكن ترجع لي من السيرفر عشان يقول لي لو في مشكله في السيرفر نفسه او في مشكله في ال- الرصيد بتاعي او غيره، فاقدر ان انا اشوف لو في اشكاليه في الكود بتاعي. بعد كده الجزئيه اللي هنا دي هدفها الاساسي ان انا الناتج او الريسبونس اللي جالي من الاي بي اي من شات جي بي تي ان انا انضفه واخليه عباره عن جيسون فايل بحيث ان انا احوله بعد كده لجدول او اعمده واقدر ان انا اتعامل معاه. فكل الجزئيه دي هي مرتبطه بان انا استخلص النص اللي رجع لي من الريسبونس وان انا احوله الى جيسون فايل نظيف. بعد ما تحول جيسون فايل، فانا عشان الباور بي اي والاكسل اللي بيدعم الجداول فبيبقى سهل ان انا احول الجيسون فايل ده لجدول، فان انا بحوله من جيسون لجدول في الكود ده، والنتيجه النهائيه بيبقى ايه؟ الريزولت تيبل تمام. فانا لما هعمل دان طبعا اقدر ان انا اختبره. طيب طبعا قبل ما اختبره هغير الاي بي اي كي عشان اتاكد ان هو حاطط الاي بي اي الصحيح بتاعي.
فانا ممكن ان انا اختبره ان انا اقول له ايه، اكتب النص اللي انا هدخله للشات جي بي تي. هقول له مثلا آه، الهاتف كان ممتاز جدا، اللي هو تقييم ايجابي جدا يعني. فاما اقول له انفوك، يعني ان انت ابعت دلوقتي، احنا لو بصينا هنا هتلاقي ان هو ايه، ويتنج فور شات جي بي تي، بعت له رساله، فما شاف التقييم بتاعي ايجابي تماما، فاتاكد ان الكود بتاعي شغال، اتاكدت ان الكود بتاعي شغال بشكل صحيح، وطلع لي الاوت بوت اللي انا مستهدفه. طيب دلوقتي احنا اتاكدنا ان الجزئيه اللي احنا نتصل بالشات جي بي تي ويرجع لنا بيانات كلها صحيحه. إيه الجزئيه اللي بعد كده اللي احنا هنحتاج نشتغل عليها؟ ان احنا نربطه بالبيانات اللي عندي واطلع الناتج ككل كجدول. اعمل كده ازاي؟ ممكن بقى ان احنا نسمي الفانكشن دي اللي احنا عملناها كلها، نغير اسمها، نخليها مثلا ايه، شات، نخليها شات جي بي تي كي بي اي. دلوقتي هسحب البيانات اللي عندي في الجدول. فهسحب البيانات اللي عندي، هختار الملف اللي فيه البيانات، فهيطلع لي هيطلع لي البيانات بالشكل ده. انا دلوقتي هختار الجدول، هختارها كجدول، أو ممكن اختارها كشيت، مش هتفرق، هي دي البيانات اللي انا مهتم بيها. اقول له اوكي. فانا سحبت دلوقتي البيانات. اللي انا عايز اعمله في الجدول بتاعي ده اللي فيه البيانات، عايز ان انا اضيف عمود كمان يدمج لي فيه، آه ان هيمسك كل عمود يشغل الفانكشن دي ويطلع لي الرد ده، الرد او القيمه اللي انا منتظرها. طبعا احنا عشان ما حفظناش الملف، فبعد ما شلنا العمود ده لازم نحفظه الاول عشان نشيل العمود ده. مش مشكله، احنا ممكن نشيله من هنا اصلا. نرجع للشغل بتاعنا. دلوقتي بعمل ايه؟ اد كولوم. بقول له دلوقتي انفوك كاستم فانكشن، بمعنى ان انا دلوقتي هدي لك عمود، العمود ده هو عباره ان هو بياخد فانكشن محدده يدخل فيها البيانات ويطلع ناتج. ايه الفانكشن اللي احنا هنستخدمها؟ هي طبعا الشات جي بي تي اللي احنا طلعناه. طيب ايه النص اللي انا ادخله له؟ هدخل له عمود من الاعمده اللي عندي. انهي عمود؟ اللي هو الفيدباك ده. هقول له اوكي. فهو طلعها لي النتائج كجدول، لان انا حولت الجيسون كجدول في الملف. فانا عايز ان انا اطلع كل الاعمده اللي في الجدول، هو ما فيش غير عمود واحد، فيطلعه لي بالشكل ده. طبعا هيطلع لك جزئيه البرايفسي، لازم ان احنا نشيك عليها، او ان احنا نعملها اجنور. يعني انت ممكن تعمل هنا اجنور، او ممكن انت بقى تحط التفاصيل بتاعتها، بتاعه البرايفسي ليفل يعني. انا دلوقتي اعملها اجنور بس عشان ايه، الشرح ويبقى الموضوع مباشر. فدلوقتي هيبقى كل عمود بيبعته للاي بي اي في الشات جي بي، بيبعته من خلال الاي بي اي للشات جي بي تي، وبيبدا ان هو يحلله. طبعا انا هعمل لود للملف. انا مش عايز ان هو يعمل التحليلات دي جوه الباور كويري، انا عايز نعملها، عايزه ان هو يطلع لي الناتج ده كله في الاكسل شيت. فاروح هنا اعمل كلوز ولود. هيقول لي عايز تحطه فين؟ عايز احطه في جدول. يقول لي عايز تضيفه فين؟ عايز اضيفه في جدول في جدول، في شيت جديده كجدول منفصل. فدلوقتي دلوقتي بيبعت، يمسك كل فانكشن، كل صف، يضيف البيانات اللي فيه ويطلع لي ويطلع لي النتيجه في الجدول النهائي. دلوقتي عمل 5 صفوف، 6 صفوف، وهكذا. وفي الاخر هيطلع لي الجدول. طبعا لو محتاج اعمل اي ريفرش، او ان انا مثلا عملت البيانات وعايز ان انا ما عجبنيش التقييمات اللي عملها، او ان انا زودت بيانات جديده، فانا بعمل ريفرش. فبقدر ان انا اعمل ريفرش من هنا، بحيث ان هو لو انا ضفت اعمده جديده او ضفت أو جات لي ريفيو جديده، يقدر ان هو يعمل الموضوع ده. طيب هنلاقي هنا دلوقتي لو بصينا بشكل عشوائي، قعدت 3 ايام مستنيه الشحنه توصل، وده تاخير مش مقبول، كمان خدمه العملاء قفلت في وش السكه مرتين. فده معناه ان هو ريفيو سيء جدا. طيب نشوف مثلا، لقيت ده 4. اشتريت المنتج، طلع فيه عيب مصنعي، بس عمليه استبدال كانت سهله. دلوقتي نلاحظ ان هو تجربته كانت ايجابيه، بس المنتج نفسه ما عجبوش، فعشان كده اداله 4، وهكذا. هنلاقي ان التحليلات فعلا بتتسق مع الفيدباك نفسه. طيب دلوقتي احنا خدنا اول جزئيه، نفس اللي عملناه في هنا نقدر ان احنا نعمله في الباور بي اي. ف اختصارا الوقت مش هرجع ان انا اعمله تاني في الباور بي اي، ولكن هنشوف ممكن نعمله ازاي في البايثون بنفس الآلية بالظبط. طبعا الكود هيبقى مرفق، لو حد عايز يشتغل بالباور بي اي او عايز يشتغل بالاكسل او البايثون هيلاقي الكود اللي هو مرتبط بيه. طيب الخطوة اللي احنا هنعملها دلوقتي، بدل ما ان انا عايزه يطلع لي بس الريفيو، لان اصلا ولنقل الريفيو ده اصلا عندنا من الاول، انا عايز ان هو يطلع لي تفاصيل اكتر. ايه التفاصيل اللي انا عايزها؟ عايز ان هو يقرا كل صف، بعد كده يقول لي كذا حاجه. اول حاجه ان كان التقييم ايجابي ولا سلبي ولا مختلط او محايد. تاني حاجه لو هو سلبي، فيطلع لي ايه الاسباب، الاشكاليات الموجوده في الريفيو ده. بمعنى
يعني هنا الشحنه اتاخرت ففي مشكله في الشحن. تاني حاجه خدمه العملاء سيئه. فانا دلوقتي في مشكلتين. انا دلوقتي اقول له طلع لي الاشكاليات الموجوده في الريفيو ده، اللي بيتكلم عليها الريفيو ده، بحد اقصى مشكلتين. مش عايز ان انا اوسع البيانات اكتر. ولو في ايجابيات مش متعلقه بالمنتج نفسه، بمعنى ان هو يجي يقول لك انا اشتريته وعجبني خدمه العملاء، فانا مش مهتم بالمنتج، لان كده كده لو ريفيو ايجابي فهو بينعكس بشكل او باخر على المنتج. انا عايز اشوف الخدمات التانية اللي بقدمها برضو، او السيستم ككل ايجابي ولا مش ايجابي. فانا عايز ان انا اشوف لو الريفيو برضو ايجابي يطلع لي تفاصيل ايجابي ليها. فيبقى دلوقتي انا هياخد العمود ده ويطلع منه 4 اعمده. فدي الخطوه اللي بعد كده اللي احنا هنعملها. تمام. فنفس اللي عملناه بالظبط. احنا اول حاجه مثلا هنخش على الباور كويري، ولكن هنعدل بس على الكود اللي احنا حطيناه في الشات جي بي تي فانكشن بتاعت الاي بي اي ادفانس اديتور، ونبدا ان احنا نحط الكود الجديد بتاعنا بنفس الهيكله اللي احنا كنا حاطينها قبل كده. هنمسح الكود القديم وهنضيف الكود الجديد. الكود الجديد هيبقى نفس الهيكله عندي بالظبط بشكل اساسي. التغيير الوحيد اللي هعمله حاليا، التغيير المحوري الوحيد اللي هعمله هو ان انا الآلية اللي انا ببعت له البرومبت عشان يطلع لي النواتج. فانا دلوقتي قلت له خد التعليق، ودلوقتي هتطلع لي كذا عمود. اول حاجه الريفيو اي دي انا مش عايزها. انا اصلا كنت شلت هنا كان بيعمل ريفيو اي دي عشان تبقى برضو كل ريفيو مميز، بس دي حاجه مش هنحتاجها فخلينا برضو نشيلها من هنا. اول حاجه السنتمنت، بمعنى ان هو يقول لي المشاعر، بمعنى التقييم ده التعليق ده ايجابي ولا سلبي ولا محايد ولا ايا كان. فانا قلت له هنا خليه يا اما ايجابي يا اما سلبي يا اما مختلط يا اما محايد. طيب النيجاتيف ايشيو واحد واثنين. انا دلوقتي لو في اشكاليات فانا عايزه يعمل لي النيجاتيف ايشيو واحد واثنين. يقول لي، قلت له خليها برضو قائمه محدده عشان ما يبقاش، عشان اقدر ان انا اعمل عليه تحليلات بعد كده: تاخير في الشحن، جوده المنتج، خدمه العملاء، التطبيق او السوفت وير، التكلفه او اخرى. طيب لو حاجه ايجابيه يعمل نفس الموضوع، يطلع لي الحاجات اللي هي مش مركزه على المنتج نفسه، مركزه مثلا على الخدمه او اللوجيستيك او التعامل. ولو ما لقيتش حاجه خليها نون. ممكن برضو ان انا اخليها قائمه محدده ان هو يختار منها، ولكن مش بالضروره ان هي تبقى ايه سلسه، بس عشان نشوف الشكل بيتعمل ازاي. ممكن بدل ما انا استخدم الشات جي بي تي 4، قصدي ميني، اخليه 4 العادي، واخلي مثلا الكرياتيفيتي بتاعته ولنقل مثلا نص، بدل مش عايزين نرفعها قوي. تمام. فطبعا انا هضيف الكي بتاعي هنا تاني. ودلوقتي بقى عندي الفانكشن. فالفانكشن دي نفس اللي احنا عملناه بالظبط هتعمله تاني، ولكن الناتج بتاعها بدل من ان هو يبقى عمود واحد هيبقى اكتر من عمود. هروح على الجدول بتاعي اتاكد ان كل حاجه سليمه. طبعا العمود ده طبعا العمود ده ان انا همسحه لان هو دلوقتي ما بقاش ليه فايده. وبعد كده برضو هضيف الاعمده تاني، يعني هعمل نفس الخطوه بتاعت اضافه الاعمده علشان يبقى الموضوع مظبوط اكتر يعني. هاخد النص ده هيطلع لي الردود هي عبارة عن 5 أعمدة مختلفة. فده هيبقى الكود الجديد بتاعي. تمام. هيعمله بالشكل ده اما يجي يعمل الرن. هعمل لود بحيث ان هو يعمل الرن بشكل اساسي على البيانات اللي عندي. هيغير لي الجدول ده للجدول الجديد، هيشيل العمود ده ويحط الأعمدة الجديدة اللي احنا مهتمين بيها. طبعا حابب ان انا انبه على كذا نقطة. النقطة الأولى ان زي ما احنا شايفين هو مش سريع. هو في البايثون هتلاقيه اسرع ولكن يظل برضه بطيء. يعني دلوقتي ال 15 ال 15 صف ده تقريبا بياخد فيهم 45 الى دقيقه، 45 ثانيه الى دقيقه. في البايثون تقريبا بيبقى 30 ثانيه، 32 ثانيه، على حسب على حسب طبعا البرنامج بتاع الكود اللي انت بتستخدمه ولغه البرمجه اللي انت بتستخدمها وغيرها من الامور. بايثون مش افضل لغه بالنسبه للسرعه اساسا. النقطه الثانيه ان انا دلوقتي كل ما اعمل ريفرش بيعمل على كل البيانات اللي عندي. فانا اقدر من خلال طبعا زي ما شفنا قبل كده في الباور بي اي والاكسل وازاي تتعامل معاهم، ان انا اخلي حاجه زي كده ليميتد، بمعنى ان هو اما يبقى في عمود جديد بيتحط او صف جديد ياخد الصف الجديد بس، ما ياخدش كل الصفوف اللي قبل كده ويعمل عليها الموضوع. تالت حاجه هي الافضل ان هي تبقى حاجه بتعمل التعديلات لايف، بمعنى اما اضيف صفوف جديده يعمل عليها التحليلات. مش دايما مش هشغلها على مثلا اجيب له 10,000 صف واقول له اعمل لي التحليلات. طبعا تقدر تعمل حاجه زي كده بس هتستهلك وقت ومش هتستهلك رصيد كبير، لان انت تقدر تعمل ريكوست كتير جدا بمبلغ رمزي نسبيا، ولكن هتستهلك وقت في الآلية اللي انت بتستخدمها. فانت محتاج تستخدم محتاج تعملها مثلا من خلال بايثون او تعملها من خلال لغات برمجه تانية بتعمل اوبتمايزيشن بالنسبه للوقت. ف... فدي طريقه ان انت تلتف على الاشكاليات اللي ممكن تواجهك في آلية زي كده. نبص بشكل سريع مثلا، نشوف مثلا الريفيو ده بيقول منتجكم الافضل في السوق حاليا، شكرا على الابداع ده.
فهو اتكلم ان المنتج فيه جودة وان هو فيه ابداع، فهو اضاف دي ك يعني الجوانب الايجابية في التقييم اللي كان. طبعا احنا قلنا له على جودة المنتج ان انت خليها يعني حاجة منفصلة، او ان انت ما تاخدهاش بعين الاعتبار قوي. طبعا كل ما تصيغ البرومبت بتاعك بشكل افضل، كل ما النتيجة بتاعتك هتبقى محكومة اكتر. وعشان كده انا افضل ان انت دايما تحطها في قوالب زي كده، زي ما إن احنا حددنا بالنسبة للايشو حاجات محددة. تقدر ان انت تعمل نفس الكلام بالنسبه للبوزيتيف اسبكت، على حسب البيانات اللي عندك وعلى حسب الطريقه اللي انت تعملها. نشوف سريعا ممكن تعمل حاجه زي كده في البايثون ازاي. لو بصينا في كود البايثون هنلاقي ان احنا عملنا امبورت للمكتبه اللي اسمها ريكوست، اللي احنا نقدر نبعت من خلالها ريكوست، والجيسون عشان نقدر ان احنا نتعامل مع الجيسون سواء في الارسال او الاستقبال. بعد كده البانداز عشان احنا نتعامل مع جداول، وتي كيو دي ام. دي بس بتاع مكتبة مش مهمة، نقدر إن إحنا نشيلها على حسب الكود. يعني هي بس بتوريك البروجرس، يعني فات وقت قد إيه وخد كام ريكوست وبيعمل كام ريكوست عشان يبقى الموضوع سهل إن أنت تتابعه. بعد كده نفس الآلية اللي إحنا طبعا الكي لازم تحطه هنا بشكل مظبوط، والملف اللي هيقرا منه، والملف اللي أنت عايز تحفظ فيه النتائج بتاعتك. تمام، إحنا ممكن بقى نسميه آه، عشان أنا عندي الملف ده قبل كده فهغير بس التسمية. و طبعا هغير الكي بتاعي اما اجي اعمل رن. نفس الآلية بالظبط، ببعت الهيدر، ببعت البرومبت بتاعي بنفس الشكل، البادي بتاعي بنفس الشكل، ببعته على انهي يو ار ال بالظبط، وبعد كده بيبدأ يعمل التراي للريسبونس، ولو في اي ايرور يعني يتعامل معاه. بعد كده اما بياخد النتيجة بيحولها لجيسون، ويفلتر الكلام ده ويحفظ الملف في يحفظ الملف في ويحفظ البيانات كلها في الملف الجديد اللي انا سميته له. طبعا ده كله فانكشن، انا هرجع استدعي الفانكشن دي علشان بديها بقى البيانات بتاعتي بشكل مباشر، اللي هي الملف اللي هيقرا منه والكي بي والاي بي اي كي اللي انا هستخدمه. فانا لو عملت ران، طبعا اعدل على الاي بي اي، عملت ران للكود بتاعي، هلاقي دلوقتي ان هو هيفتح الملف اللي انا اديته التفاصيل بتاعته، وهيديني بقى دلوقتي البروجرس بار. طبعا عشان الكلام بالعربي مقلوب يعني، فان هو على حسب الاي دي اللي انت بتشتغل بيه، او البرنامج اللي انت بتستخدمه في الكودينج يعني. دلوقتي هنلاقي ان هو عمل 15 من 15، عمل نفس النتيجه وطلع لي الهيدر بتاعها. طبعا عشان نشوف البيانات بشكل مفصل هنضطر نفتح الملف اللي هو عمل فيه التحليلات واضافه. لو فتحناها هنلاقيه بالشكل ده. انا مثلا اشتريت المنتج طلع فيه عيب مصنعي، فعمليه استبدال سهله سلسه، جوده المنتج وتقييم ايجابي، كاميرا احترافيه. جوده المنتج دي من ضمن الايشيو، والتقييم عموما ايجابي علشان موضوع عمليه الاستبدال كان سهل. هنلاقي تقريبا طلع نفس النتائج اللي كان طلعها قبل كده في التحليل اللي احنا عملناه قبل كده. ممكن مثلا دي مقلوبه، هنا كانت الابداع، والابداع المره اللي فاتت كانت هنا. كل ما نديله البرومبت بشكل محكوم اكتر، كل ما يطلع لنا النواتج او النتيجه بشكل كونسيستنت، او ان هو دايما ثابت على النتيجه اللي بتطلع لنا. تمام. اخر مثالين بقى بشكل سريع، ان احنا دلوقتي هناخد مجموعه من الاعمده عشان نطلع نتيجه واحده، الا وهي مثلا الايميل بالنسبه لشركه اللي بتبعت ايميلات بيبقى كاستمايزد، او مثلا تحليلات الاداء بالنسبه للدكتور. الناس دي عبارة عن مرضى حصل لهم عندهم تشخيص مبدئي، والمفروض ان احنا متوقع سبب الإشكالية بالنسبة للتشخيص المبدئي ده ايه، وخطة العلاج هتكون عبارة عن ايه، وخمس مرات متابعات مع الدكتورة مع الدكتورة او الدكاترة. وكل دكتور بيسجل الاستجابة او بيسجل التغير بالنسبة للمريض بناء على الخطة العلاجية المحطوطة. فاحنا عايزين اصلا نشوف الخطة العلاجية دي إيجابية ولا سلبية. فاحنا هناخد كل البيانات دي، هناخد كل البيانات دي وبعد كده نحللها ونطلع كلمة واحدة أو عمود واحد يختصر لنا كل الموضوع ده. فهي نفس الآلية اللي احنا استخدمناها قبل كده، ولكن الهيكلة للإنبوت بيبقى مختلف. فخلينا نشوف بتتعمل ازاي. هنلاقي ان عندنا التشخيص هو عباره عن نص، والمشكله عباره عن نص، خطه العلاج عباره عن نص، والخمسه فولو اب. فاحنا هناخد الثمان اعمده دول وندمجهم علشان يطلع لنا النتيجه الواحده. طبعا بنحط الهيدر بتاعنا، بعد كده بندمج السبع نصوص اللي هي التقرير او التشخيص المبدئي والفولو اب كله. النص الكامل اللي هيروح للشات جي بي تي هو عباره عن التشخيص زائد المشكله المتوقعه، الخطه العلاجيه، والخمسه فولو اب. بعد كده بقول له البرومبت بتاعي، بقول له ان دلوقتي بناء على التقرير التالي، فالتقرير التالي دلوقتي هياخد مني ايه؟ هياخد مني كل الحاجات دي
اللي انا حاططها في الفول اناليسيس تكست. يعني انا دمجت كل الاعمده في عمود واحد او في نص واحد، هو اللي ارسله للشات جي بي تي. بقول له طلع لي عمود سميه التريتمنت افشنسي، يعني جوده او كفاءه العلاج المقترح، عباره عن جيسون فايل، ويكون ايجابي جدا، سلبي محايد او سلبي جدا. ركز لي في التقييم على مدى نجاح الخطه المقترحه بناء على التحليلات اللي انت بتعملها. طبعا ممكن ان انا حته الرول، او ان انا بديله مثلا تشخيص، بديله توصيف للمهمه بتاعته، ان انت مساعد تحليل طبي مختص في كذا، ان انت محلل بيانات مختص في كذا. طبعا حاجه زي كده اختياريه، او تقدر تحط النص اللي انت عايزه، مش هتاثر كتير على جوده العمليه، وبقيه النص زي ما هو. بقية النص بعد كده، او بقيه الكود عندي زي ما هو، ان هو بيبعت الريكوست في انهي يو ار ال بالظبط، وبعد كده بياخد الريسبونس ازاي، بيحوله لجيسون وبيعدله، وبعد كده يديني الناتج عباره عن جدول في عمود واحد بس اللي هو الافشنسي ترين. تبقى عندي البيانات بالشكل ده. وهنعمل ايه؟ هنضيف عمود، والعمود ده هياخد في الفانكشن بتاعتنا. فانا اقول له الفانكشن اللي نستخدمها اللي هي كوير 1. التحليل او التشخيص هيبقى عباره عن الانيشال دايجنوسيس، وهكذا يعني كل عمود المرتبط بيه. بعد كده الخمسه فولو اب نحطهم بنفس الترتيب ده. دلوقتي هيطلع لي البيانات كلها عباره عن جدول، بس هو طبعا في صف واحد او عمود واحد معذره. هضيفه. لو رجعنا مثلا بصينا هنا على البيانات، عشان هو خد شوية وقت في موضوع اللود، برضو مش عايز ان انا استهلك فيها وقت اكبر من كده. هنلاقي مثلا ده سلبية جدا. نشوف مثلا ان هو اقترح خطة علاجية، المتابعة مفيش تغيير جذري. تاني متابعة، الحالة تستدعي تدخل سريع، ظهور مضاعفات، بدء في تقليل جرعة المسكنات، مفيش تغيير جذري. بعد كده شكوى من الآثار الجانبية. فالمتابعة اوفر او الخطة اللي مشوا عليها نتائجها سلبية جدا. ونفس الكلام بقى لو احنا بصينا على كل واحدة منهم، هنلاقي التقييم للتجربة عبارة عن ايه. طبعا نقدر ان احنا نخلي الموضوع مفصل اكتر، يضيف بيانات رقمية او غيرها من الامور. كل الحاجات دي تقدر ان انت تتحكم فيها من خلال الحاجات اللي انت بترسلها للشات جي بي تي وبتستقبلها من شات جي بي تي. نفس الآلية بالظبط اللي احنا عملناها هنا نقدر ان احنا نعملها في الشات جي بي تي، نقدر ان احنا نعملها في موضوع الايميلات. فمش هستهلك فيها وقت كبير. هنبص على الكود سريعا ونشوف النتيجة النهائية بشكلها ازاي، بس عشان نوصل ان انت تقدر تستخدمها في ايا كان المجال اللي انت عايزه، عشان تسهل عليك او تدي لك معلومات اضافية تقدر ان انت تحول عليها، او غيرها من الامور المتعلقة سواء بتحليل بيانات او بالاوتوميشن. دي البيانات بتاعتنا. هنروح طبعا للداتا، هنفتح الباور كويري، هنفتح بلانك كويري عشان نبدأ ان احنا نحط فيها الكود بتاعنا. نفتح الادفانس اديتور. لو بصينا الكود بتاعنا يبقى بالشكل ده. هياخد هيعمل ملف او هيعمل نص اللي هيبقى اسمه تقرير العميل، اسم العميل والشركة والمجال، المشكلة اللي عند العميل والحل المقترح، وملاحظة واحد وملاحظة اتنين لو مثلا خلال البحث بتاعي عن العميل قدرت ان انا اطلع المعلومات دي عشان تفيدني في ان انا كاستمايزد، او ان انا اخصص الايميل بشكل مفصل اكتر. بقول له ان انت دلوقتي خبير في كتابة ايميلات تسويقية، هتعمل كولد ايميل يعني الايميلات اللي انت بتبعتها لكم من الناس علشان تبدأ تعمل الحملة التسويقية وتوصل للعملاء دول. كل ما يبقى العميل أقرب إن هو كل ما العميل يبقى أقرب، أو بيسموه الليد، يعني كل ما الليد يبقى هو أقرب إن هو يشتري الخدمة بتاعتك، بيتحول من كولد الورم لهوت وهكذا. آه، تقدر تقول له أنت اكتب الإيميل يكون قصير، ما يزيدش عن 6 جمل، يتكتب بصيغة احترافية، يحتوي على الأجزاء دي: عنوان أو الهوك الأساسي، جملة افتتاحية، جملة واضحة بتحدد المشكلة، الحل المقترح من خلال السولوشن اللي انت بتقدمها كشركه خدمات سوفت وير، وكول فور اكشن اللي هو ايه اللي انت عايز العميل ياخده. انت شفت الايميل قريته، يدخل الموقع، يحجز مكالمه، يشتري المنتج، على حسب طبعا الآلية التسويقيه اللي انت بتستخدمها. طبعا هنا رفعنا قللنا الماكسيمم بتاع التوكنز عشان ما يبقاش عشان اول حاجه الايميل بتاعنا احنا اصلا عايزينه 6 جمل، فمش عايزين ان هو يبقى فيه كلام كتير. وتاني حاجه رفعنا التمبريتشر عشان يخليه كرييتيف شويه في الآلية اللي بيكتب بيها الايميل بتاعه، نفس الآلية اللي احنا استخدمناها بالظبط. بعد كده برضو هرفع البيانات بتاعتي اللي انا هستخدمها.
دي البيانات بتاعتي اللي انا هستخدمها. انا هشيل مثلا اخر الصفوف اللي تحت يعني. هشيل اخر 5 صفوف عشان بس يعمل 10، عشان ما نستهلكش وقت برضه كبير. بعد كده اقول له ايه؟ ضيف لي عمود جديد. العمود ده هو يبقى عباره عن الفانكشن اللي احنا عملناها، وهتاخد الكلاينت نيم اللي هو الكلاينت نيم، وهكذا هنعمل نفس اللي احنا كنا عملناه قبل كده. طبعا احنا ما عندناش اعمده اللي هي فيها الانفورميشن، بس احنا نقدر ان احنا نخلي الفانكشن الدايناميك، يعني نقدر ان احنا اما يضاف اعمده نحددها فيها بحيث انه يبقى الموضوع سهل ان احنا نتعامل معاه. فانا عشان اسيبها فاضيه حطيت فيها مسافه علشان يبعت مسافه او نص فاضي، ما يبقاش فيه مشكله، زي ما هيبقى مسافه مسافه بعد ما ياخد ال5 اعمده اللي احنا حاطينها له. واقول له اعمل لي، هو طبعا هيبقى ايميل واحد، فان هو اقول له افرد لي الجدول ده. هرجع طبعا احط الكي علشان يبدا يشتغل. هنلاقي ان هو حمل لي ال10 اعمده اللي احنا طلبناهم او ال10 ايميلات اللي احنا طلبناهم. ممكن ناخد ايميل كده بشكل سريع. الايميل طبعا ممكن احنا نطلب منه تنسيق بشكل افضل، يعني بحيث ان هو يبقى في امكانيه ان احنا نقراه. آه، ده اللي بيقول انا رجعت نشاط شركه الحربي للحلول في مجال العقارات، وملفت المفروض بقى لفت نظري بس هو عشان كاتبه بالمصري. التحديات اللي بتواجهكم في متابعه تقدم المشاريع وتاخر المقاولين الفرعيين اللي هي سب كونتراكتور يعني، او المقاول الباطن. نقدر نقدم لكم استشارات في تحول الرقم والامن السيبراني، هتساعدكم في تحسين العمليه. نقدر نحدد ميعاد وهكذا. فدلوقتي نشوف ان العنوان كاستمايزد واسم شخص، والمشكله اللي بتواجههم والخدمه اللي احنا بنقدمها مثلا. آه، لو جينا هنا على الايميل اللي احنا قريناه، هنلاقي فعلا ان هو استاذ خالد وشركه الحربي للحلول، وشغال في العقارات والبناء، وفي صعوبه في متابعه المشاريع عشان نقل الباطن، وفي الخدمات الاستشاريه والامن السيبراني، دي الخدمه اللي احنا بنقرا حاليا. فطبعا تقدر تعمل الموضوع ده بشكل مفصل. ما خدش وقت كبير تقريبا، يعني ال10 ايميلات دول خدوا اقل من دقيقه. فولنقل مثلا انت تبعت 100 ايميل يوميا، تقدر تعمل بالشكل ده. ان انت تكتب الايميلات نفسها تبقى مش هتاخد منك 10 دقائق مثلا او اقل، على حسب طبعا الامكانيات اللي انت امكانيات الجهاز وسرعه النت وغيرها من الامور. بكده نبقى ان احنا شفنا تطبيق عملي مفصل ازاي تستخدم الاي اي عشان تعمل الانريتشمنت بتاعت الداتا، عشان تضيف بيانات جديده عشان تساعدك في حته الداتا بروسيسنج، ومش بس في شغل الداتا، تقدر انت تستخدمه في حاجه ثانيه. فالجزئيه دي او الفيديو ده بالتكامل مع الفيديو اللي احنا شرحنا فيه الاي اي واستخدامه في تحليل البيانات بشكل مفصل، يبقى انت عندك كل الادوات ان شاء الله اللي تحتاجها في شغل في تحليل البيانات بما يواكب التحديثات اللي عماله تحصل في الذكاء الاصطناعي بشكل شبه يومي، والموديل اللي عماله تطلع جديده، والشركات اللي بتقدم بلاتفورم جديده وغيرها من الامور. ارجو ان يكون الفيديو ده مفيد. في الختام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.